أصدرت محكمة النقد بالرباط يوم الأربعاء 17 من دجنبر 2025 قراراً قضائياً مهماً يقضي بنقض وإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق النقيب الأسبق محمد زيان، والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة. وبموجب قرار النقض والإحالة الصادر عن أعلى هيئة قضائية بالمملكة، سيتم إعادة محاكمة النقيب زيان من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، ولكن بهيئة قضائية مختلفة. وستنظر الهيئة الجديدة في القضية مرة أخرى على ضوء الحيثيات والتعليلات القانونية التي استندت إليها محكمة النقد في قرارها. ويأتي هذا التطور بعد مسار قضائي طويل، حيث سبق وأن قضت غرفة الجنايات الابتدائية بسجن النقيب زيان 5 سنوات نافذة، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى 3 سنوات، وهو الحكم الذي طعن فيه دفاعه أمام محكمة النقد. من الناحية القانونية، يعيد هذا القرار القضية إلى نقطة البداية في مرحلة الاستئناف، ويجعل الحديث عن دمج العقوبات غير ممكن إجرائياً في الوقت الحالي، نظراً لإلغاء الحكم الاستئنافي السابق. وبذلك سيبقى النقيب زيان رهن الاعتقال بسجن العرجاء.